السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الحليم أحييكم من هنا من مدينة أسفي في هذا اليوم السعيد، والتساقطات مستمرة من السماء بربي الكريم منزل الماء. بعد إحراج الكروات وتعذيب البلجيكيين بالسياط وهزم الكنديين أمام الكاميرات، السيد وليد الركراكي وبعد 15 عاما سيكون هذه المرة وجها لوجه أمام الكرة الإسبانية، لكن كمدرب رفقة أسود الأطلس. السيد وليد الركراكي يعرف حق المعرفة اللاعبين الإسبان والكرة الإسبانية، بحكم أنه جاور فريق راسينغ سانتاندير في موسم 2005 و2006 عندما كان حاضرا وبقوة رفقة زملائه وأصدقائه أمثال أيوسي وأنطونيوتو وميلو أمام الفريق الملكي الكبير، عندما هزموا أصدقاء اللاعب الكبير زين الدين زيدان في مباراة تاريخية 2-1 في ملعب سانتياغو برنابيو أمام العشاق للفريق الملكي. اللاعب وليد الركراكي كان حاضرا بقوة، وكان خصما أمام دافيد بيكام وزين الدين زيدان ومبابيستا، وكذلك أمام الحارس الكبير كاسياس الذي لم يكن محظوظا في هذه المواجهة. كما أن السيد وليد الركراكي واجه لاعبين كبار من جيل جميل ورائع يسمى الجيل الذهبي لفريق FC برشلونة، وعلى رأسهم إيتو وميسي وديكو البرتغالي ورونالدينهو وكزافي وإنيستا. مباراة تاريخية كان حاضرا في الشوط الثاني السيد وليد الركراكي، ولم يتمكن فريق سانتاندير من مواصلة الصمود أمام فريق FC برشلونة. كل المدربين الذين جاوروا وليد الركراكي يعترفون له بالصرامة والإخلاص والاجتهاد، وعلى رأسهم السيد ناندو يوسو ومانولو بريسيادو والكراس المدرب الحالي لفريق الباسيتي. اللاعب وليد الركراكي لعب وكسب ثقة المدربين الراحلين ناندو يوسو ومانولو بريسيادو في 27 مباراة. مباراة تاريخية إذا تنتظر السيد وليد الركراكي في هذا الثمن، ولم لا إن شاء الله مواصلة المشوار الذي توقف بعد تسديدة ماتيوس الألماني في كأس العالم 86 عندما دخلت الكرة في مرمى بدوزكي بعد خطأ فادح في الجدار الذي كان ينتظر تسديدة اللاعب الألماني ماتيوس. إذا المنتخب المغربي لديه العوامل ولديه كل الأشياء الجميلة، الجمهور، وحتى أن نرى كأنه يلعب في المغرب كي يكون حاضرا في هذه المباراة رفقة أشبال لويس إنريكي الذي يعرف حق المعرفة وليد الركراكي، واعترف به في بعض الندوات الصحفية أنه مدرب يستطيع أن يحقق المفاجأة في هذه البطولة. فحد موفق إن شاء الله للسيد وليد الركراكي كي يكون حاضرا وإعادة إنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب التركي في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان رفقة المدرب الرائع شينول الذي احتقره الجميع ولم يكن الجميع يحتسب له ألف حساب، لكن شينول غونيش فاجأ العالم عندما تأهل إلى الثمن وفاز على اليابان، وتأهل إلى الربع وفاز على السنغال 1-0، حيث اللاعب إلهان سجل آخر هدفي ذهبي في بطولة كأس العالم. بعد ذلك لعب في نصف النهاية لولا العقبة البرازيلية التي تعذبت في هذه المباراة بتألق الحارس التركي روشتو، يعني زملاء اللاعب كارلوس ورولاندو وكافو وريفالدو يعني وجدوا صعوبة كي يجازوا المنتخب التركي وتغلبوا بهدف يتيم فقط. بعد ذلك فالمنتخب التركي حقق الأهم في مباراة الترتيب أمام المنتخب الكوري الجنوبي وفاز عليه 3-2. فحظ موفق للسيد وليد الركراكي وحفظه الله، وحفظ الله المنتخب الوطني المغربي من بعد المؤامرات، ولله الحمد. الحكم الذي سيدير المباراة هو الحكم الذي أدار المباراة الأولى ضد كرواتيا، إنه فرناندو رابانيلي من الأرجنتين بمساعدة مواطنيه كمساعدين. وفي غرفة الفار يوجد حكام من كولومبيا وشيلي والأرجنتين والبرازيل. وأتمنى أن يكون السيناريو جديدا ومعادا كما كان في كأس العالم في ملعب لينينغراد عندما تآمر الحكم فيليكس سفاير مع الحكم الألماني الحكم الهولندي في مباراة القمة التي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني
الذي سجل له بوطيب ونصيري، والمنتخب الإسباني سجل له لاعب أسباس واللاعب إسكو. هذه المباراة التي جعلت وبأوامر من حكام تقنية الفار أن يكون الهدف الإسباني مشروعا، وبذلك انتهت المباراة بالتعادل 2-2. حظ موفق للمغاربة إن شاء الله حتى يحققوا الأهم في هذه المواجهة القوية ضد الإسبان، ولما لا إن شاء الله المرور إلى الربع وانتظار من سيفوز في مباراة البرتغال وسويسرا. فكل شيء يسير في هذا الموسم وفي هذه النسخة من كأس العالم. ما علينا إلا الدعاء والاجتهاد والصبر والصرامة في المباريات المقبلة. كان معكم سعد بوحليمة من هنا من أسفي مع هذا العالم الجميل، عالم المنتخب الوطني. سأل الله عز وجل بأن يسعد الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى المربع الذهبي، ولم لا، إنه سميع مجيب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى ما بعد المباراة، مباراة إسبانيا والمغرب، بالتوفيق إن شاء الله لزملاء عبد الرزاق حمد الله ويحيى عطية الله. إلى اللقاء.